هنا بكتب مم. المين ايديا، بكتب المين ايديا، الفكره الرئيسيه من الموضوع مين ايديا. تمام. مم. طيب بادي 1 بكتب تمام. جمله رئيسيه مين سنتنس. تمام. وايه؟ وبعديها اه. اسمها الجمله فقره داعمه. اه سبورت سنتنس. المين سنتنس الجمله الرئيسيه بكتبها ايه؟ يعني بتكلم عن a review about your visit to الأورمان جاردن، حدائق الأورمان، الأورمان. طيب هتكتب كده نظرة عامة عن إن أنت زرت قبل كده حدائق الأورمان، وفور إكزامبل إن هو السفرية دي أو الفيزيت دي كانت في شهر كذا كذا واستمتعت بيها كذا كذا كذا. لازم الفقرة الداعمة بتدي مثال سيتويشن أو مثال على الكلام اللي أنت هتقوله، ما ينفعش تسيب الكلام كده إلا بدون دليل يعني، أو بدون مثال. تمام. والبادي تو هكذا، وبعد كده الكونكلوجن اللي هو إيه؟ الكونكلوجن اللي هو الملخص الكلام السمري. اسمه مم. إيه؟ هعمل سمري للباراجراف البادي 1 او الباراجراف بادي 1 مم. والباراجراف بادي 2. ده لازم انت تبقى عارفهم، لان انت يعني دول اساسيات معاك لحد الجامعه يعني، مش هينفع تنسى دول. مم. خلاص كده. يعني السمرة بتقول ايه فيه؟ الأورمان مثلا reasonable entry fee والقايم بالباركينج والديستنيشن والبيسفول والجيت واي. هتتكلم بصفة عامة عن الأورمان جاردن بقى إيه؟ هتلخص الكلام اللي أنت قلته فوق، وليكن I highly recommend، هتوصي بيها مثلا I highly recommend الأورمان جاردن for its natural beauty and cultural significance. ده إيه؟ ملخص الكلام اللي أنت هتقوله. مم. تمام كده؟ طيب. تمام. طيب عندنا الديالوج بقى. How can I help you؟ سأل سؤال وجاوب، وبعدها قال I ordered some pots. أنا طلبت some pots. Your website is saying the delivery task. خلي بالك هنا دي complain، يبقى دي حاجة فورمال، مش هتقول هاي ولا لازم تستخدم فيها كود، تستخدم فيها بليز. مم. ماشي كده. تمام. طيب أول حاجة هيقول إيه؟ هنا سأل قال له أساعدك إزاي، فقال جاوب إجابة، وقال له فسأل سؤال تاني يعني هندي إجابة وبعد كده سؤال. طب هنفهم منين؟ قال له أنا طلبت some pots. الويب سايت بتاعكم بيقول ان الدليفري خلال 5 ايام but I'm still waiting، بس انا لحد دلوقتي مستني. يبقى ممكن هي الاجابه يقول، مم. يجاوب يقول ايه هنا؟ آه. هنا بيشتكي، يبقى هنا how بيقول ايه؟ هنا هو اساسا دي شكوى يعني التوصيل اصلا متاخر. او بيقول اساعدك how ازاي؟ can I لا، ما هنا هتجاوب تقول I am، هتدي اجابه لان هو سايب لك نقط مش سايب لك سؤال. اقول لك I'm here to claim او report. مم. انا هنا عشان واشكلكم اديلي، مش في تاخير اهو ب5 ايام وبتاع. اديلي in my how delivery in my delivery. انا هنا عشان في تاخير في المشكله دي. طيب سال اه. سؤال وقال له I ordered some bots your website، قال لي 5 ايام، الدليفري بتاعكم 5 ايام. مم. طيب تاني واحده دي ممكن يقول له تاني ايه؟ واحدة انا طلبت شويه حاجات. هو سال سؤال فقال له والله انا طلبت بوتس والويب سايت قال لي could you 5. give me your order details please. تمام كان ماشي. could you see ماشي صح كده. could you please tell me order نمبر او اوردر. ممكن تقول لي رقم الاوردر بس، لان في حاجه اسمها الاوردر اي دي نمبر، اوردر نمبر. ماشي طيب. تمام ماشي. بعدها سأل سؤال قال له I can، دي في جزء فيها اجابه يعني، بيقول له I can انا اقدر I can take your name please، ممكن اخد اسمك. yes it's my it is علي احمد، انا اسمي علي احمد. ممكن هنا يقول له ايه؟ يا اللي هي نمبر 4. هو هنا سأل قال له ممكن اخد اسمك، فهنا بيقول له انا can طلبت. I take your لا name لا احنا please شوف can I هقول لك take حاجه. your... طيب هقول لك حاجه. احنا هنجاوب على الاجابه دي، بيقول له انا طلبت التوصيل 5 ايام وانا مستني. يبقى هنا ايه؟ مش في اعتذار ولا هيقول له ايه؟ يبقى ايه؟ سوري هقول. آه. ما هو بعدها طلب الاسم او طلب النيم بتاعه. طب اسم حضرتك ايه؟ طيب انا اسف جدا اسم حضرتك ايه؟ قال له كذا كذا. يبقى سوري ايه؟ سوري about ده ليه؟ inconvenience، يعني انا اسف لايه؟ حاجه اسمها inconvenience.
عارف يعني ايه inconvenience؟ مم. اي ازعاج لا. حصل inconvenience. اه يعني انا اسف للازعاج ده. طيب خلينا في هنا سأل بقى، ده سؤال واضح اهو. يس اتس، بيقول له رقمي 010 900 وكذا. can you call me today please؟ يبقى هنا يقول له ايه؟ طلب رقم التليفون، يبقى يقول له ايه؟ هم، الموظف Yes. Yes. هيسأل عن رقم التليفون. Can ها. Can I take your number, please? اه ماشي، ممكن اقول له and your contact number please. your contact number. بس طبعا احنا عشان نجيبها فورمة زي ما انت قلت كده ايه؟ could you please could you could you please could you give uh, Could you also provide your number, او please? could you please provide me. ماشي، بدل give احسن provide. اه ممكن provide me with your contact number please. حلو خالص كده. could you provide احسن. قال له رقم كذا كذا. قال له can you tell me back ممكن can you call me back. بيقول له انت هتقدر تكلمني تاني يعني بليز من فضلك. فقال له thank you goodbye. هيقول له هنا، بيقول له هتكلمني تاني، فلازم يقول له ايه؟ هيقول له لازم طبعا اكلمك، يبقى ايه؟ مم. absolutely right اللي انت عاوز تقوله قوله. مم. absolutely مين تماما يعني على بتقول ايه؟ انا اقول absolutely، انت عايز تقول حاجة We تاني. will we will we will solve your problem. ماشي، بس هو هنا بيسأله سؤال لازم بيجاوب عليه. بيقول له طيب يعني لو سألتك بقول لك تقدر تكلمنا تاني النهارده يا عمر؟ تقول له تحت امرك يا مستر. يعني في اي وقت. ده ايه؟ absolutely absolutely Absolutely. absolutely مستر. بجيب كومه كده واقول ايه؟ مستر احمد. تمام كده. absolutely مستر احمد. تمام. we will we will contact you. بس كده we will contact. مثلا نقول له within في ال 24 ساعة مثلا، أو within today مثلا maximum within 24 hour. إيه رأيك كده أحسن يعني؟ لو أنت عندك إجابة أيوة. تانية عادي براحتك. مم. تمام كده؟ طيب عندنا كلمة بقى هنعمل ريد للكلام ده. بيقول opportunity yet كلا forward حاجة تتفورورد لحد يعني تتوجه at اللي هي preposition و for already. هنقرا المحادثة كده ونشوف. My father has found a new job. أبويا أو بابا وجد وظيفة إيه؟ جديدة in another village في قرية تانية about 100 kilometers from here. يعني حوالي قد إيه؟ 100 كيلومتر يعني. يعني زي كده بعيدة أوي طبعا. he is looking إيه؟ يبحث عن looking أو looking إيه؟ four. لا، looking سواء أنا ولا على مهلة خالص، ثواني. أنا مش هتكلم خالص. Looking forward. looking for ولا looking forward to his. Looking forward. طيب ماشي. looking ماشي. looking forward خلاص. يبقى he is looking forward يتطلع إلى. برافو عليك forward. looking forward to، ما ينفعش اقول looking for to، ما ينفعش طبعا. to this we have sold our house. احنا بعنا البيت. to this ايه بقى؟ احنا نتطلع لهذه ايه؟ الفرصة تبقى ايه؟ uh, opportunity. opportunity opportunity. Opportunity. ماشي. we have ايه؟ we have We sold have out يعني already بعنا. we have already already sold out. already sold out this house. بعدها بيقول and my parents have just found a new one. It's much bigger than دي كبيرة جدا than the one we live in. ده اللي احنا عايشين فيه. we live in ايه؟ هقول we live in in على in مهل at. in at the moment اللي احنا عايشين فيه في نفس اللحظة. تمام خلاص كده. مفيش أي حاجة تانية كده. تمام برافو أوي كده يا عمر، مفيش مشكلة.
اقرا اول واحده انت بقى. أول واحدة ثواني. is something important that you have done. Something important that you have done achievement. مم. حاجه مهمه ان انت بتعملها، ايه الحاجه المهمه اللي احنا بنعملها؟ Achievement. achievement. ماشي achievement صح كده achievement. طيب achievement. There's a several famous painting at the expedition exhibition here is a exhibition show. يعني اللي هو المعرض يعني exhibition here is a. show show الاكسبيشن اللي هنا بيقول لك painting يعني تلوين famous paintings at the exhibition. the exhibition is ماشي. here. الاكسبيشن اللي هي عباره عن ايه؟ هيبقى show. مدرسه ولا شو؟ شو طبعا، ده شو. ده شو مفيش جدال في كده. you will be happy to know that Jean is coming with us. the synonym المرادف بتاع كلمه happy ايه؟ المرادف خلي بالك المعنى. ها، معنى مم. كلمه happy ايه؟ sad ولا cute؟ happy glad. 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 I'm glad يعني سعيد. the word the word is opposite of the word far. بعيد عكسها ايه؟ قريب تبقى ايه؟ هم. ثواني. على مهلك. near. ماشي near. the prefix البداية بتاع ري ايه؟ rewrite يعني. like the in the word rewrite means again. here it's before again and not like rewrite. again. again هقول ايه؟ again again. ماشي صح صح again is the true answer right. رقم ستة. آه is a sailor is ولا تيلر ولا سيلر ولا سيل. shop sells things sale. at the cheaper sale. price than usual. مين هو ده؟ sale. تيلر ولا سيلر ولا سيل؟ sale. انت رقم دي يعني ولا بي ولا ها؟ دي. سيل ايوه كده سيل صح برافو عليك. السيل ده الوقت اللي الناس فيه بيقول لك ده عليه سيل، عرض يعني. بتشوفها اكيد الكلمه دي، ده سيل اون سيل دايما بتلاقي في المحلات الكبيره ايه. لو انت شفتها في المحلات المشهوره كده هتلاقي سيل دايما تلاقي كلمه سيل دي حتى مكتوبه بالاحمر كده على الابواب الازاز كبيره. ولا بيبقى فيه سيل ولا ما بيبقى فيه سيل اصلا. ده بيبقى سيل بيقول لك الجاكيت ب 10000 جنيه وعليه سيل 50%. حاجه غريبه جدا يعني بصراحه. مم. آه آه اكيد انت شفت الكلام ده. at the age of 6 I could write but I could read. I couldn't. طب على مهلك برضه. I couldn't. I couldn't في age 6 I couldn't write but I could read. couldn't ماشي. the museum is with the corner. uh, I located. طيب I could write خلي بالك في عمر 6 I could write but I could read. ماشي احنا هي إجابة منطقية في الأولى عشان بس ما يبقاش مشكلة. يعني ممكن نقول at the age of 6 I could write but I could فيها but فيها تناقض يبقى couldn't. كلام هي منطقي يعني. ماشي طيب خلينا في تاني واحدة انا بس عشان ايه انا شاكك في الإجابة بتاعتها يعني. The museum is المتحف ده is هنقول ايه the corner opposite. هقول ايه uh, هي دي مش هتنفع غير لحد. close. located closest. ها is located on. located انا طبعا انا مستغرب من كلمة with بس هي the museum is a located with ولا located on the corner. انا ما لقيتش لهاش غير الا located on. انت ما عايز تقول فيها تحددش ايه؟ من المكان. نعم هو عايز with. ما تحددش من المكان. مش سامعك يا عمر بتقول ايه؟ حددك في نمبر كام. حددك في نمبر كام. number two the museum is with the corner located. opposite the hospital.
انا شايفها located on the corner. located on. مم. ماشي. تمام ماشي. with دي يعني هي طبعا اكيد هي عايز حاجه فيها with، بس انا يعني مش لاقي حاجه فيها with. ممكن يكون عايز مصطلح معين او حاجه معينه. بس هي located on the corner، تقع في الكورنر. on the on located on the corner. مش هنختلف عليها دلوقتي، لو فيها حاجه تانية انا هقول لك عليها، بس احنا عشان نشوف اللي بعدها. تالت حاجه بيقول لك the library close every day. خلي بالك تحددها لك every day. every day ده زمن present perfect. و library close تبقى ايه؟ هم، نحط ايه؟ close. close. closes. close صح كده ماشي. very. sitting on the beach. On the beach is very. القعدة على البحر uh, مالها؟ relaxing. very relax. relaxing. relaxing ينفع relaxed؟ لا ما تنفعش. لا. صح كده. expensive televisions are ايه؟ expensive تبقى ايه؟ زين تبقى ايه؟ bit ex- better expensive دي than كلمة أو كبيرة تبقى ايه؟ فيها زين. more than. ما قالش ذا يبقى فيها more expensive ذا. more. more expensive ذا. دي من الكلمات اللي هي الكبيرة اللي ما ينفعش تحط لها expensive يار than. لازم تحط more بس. مم. ماشي. دي الكلمات الطويلة يعني زي beautiful. طب هتحط لها اي ار ازاي؟ interesting. تمام هتحط لها اي ار ازاي؟ مش هينفع interesting يار، مش هتمشي معاك. تمام. دي بعض الكلمات. الفيزيت هيستوريكال biography about a famous person you admire. يعني طيب دي حتة يعني ممكن نتكلم عن ايه فيها. لو شخصية مشهورة ممكن تتكلم وليكن يعني عشان تبقى عارف بس. نيلسون مانديلا. نيلسون. عارف نيلسون مانديلا الراجل اللي هو الثائر بتاع جنوب افريقيا مثلا، نيلسون مانديلا. اه. في طبعا لوثر، واحد اسمه لوثر في امريكا برضو، ده من الثوار او حد شخصيه مشهوره. لوثر كان واحد اسمه لوثر. مارتن لوثر تقريبا في امريكا. نيلسون مانديلا طبعا ده واحد كده يعني طبعا ده كان سائر بتاع جنوب افريقيا. وفضل لحد مم. طبعا اتسمت حاجات كتيره في جنوب افريقيا باسمه نيلسون مانديلا. ادي عندك البيوجرافي، هتكتب بيوجرافي سيره ذاتيه عن الراجل. بس انت طبعا عايز نعمل سكيب للجزء ده صح؟ انت هتعرف تكتب فيه؟ عارف الدنيا هتمشي ازاي؟ ايوه البادي انترودكشن ايوه. بادي، والبادي مم. 2، والكونكلوجن. في البيوجراف وانت بتتكلم خلي بالك بقى تجمع بقى النشأة بتاعته، اتولد امتى، مات امتى، لو انت عندك معلومة عن كده، التحدي بتاعه، الحاجات اللي عملها. يعني تبقى تدي لنفسك أسئلة عشان تعرف تجاوبها فين؟ في الباراجراف اللي هتكتبه. يعني ادي اسئله، هو كان فين، امتى، لماذا، مش عارف ايه. هتبص لما تسال اسئله تبص تلاقي نفسك بتجاوب فين؟ في الكلام ده. تمام كده. ماشي. حلوه المحادثه دي. بيقول وائل is going to watch a Hannibal match at the stadium. وائل هيعمل ايه؟ هيروح يشوف الماتش في الاستاد يعني. فعبده مم. وائل يعني. عبده بيقول where are you going. والتاني بقى له why you are going there يعني. طيب هنا لما بيقول له هنا هيروح الاستاد، فهنا ممكن يقول له ايه؟ I'm going to ايه؟ هم. وهنا بيقول لك عبده وهو رايح الاستاد، يبقى عيبه ايه؟ لما اسالك هتقول I'm going I'm going to stadium to watch a football match. خلاص I'm going to stadium وخلاص كفايه كده. ماشي. عايز تقول فوتبول ماتش مفيش مشكله، لان انت هتشوف تحت هنشوف هيقول ايه يعني. why you are going there، انت رايح ليه؟ فقال I haven't watched the match at the stadium before. انا عمري ما رحت شفت. خلي بالك ده الاجابات اللي تحت يعني. طيب تمام. خلي بالك بيقول لك تو واتش. انت قلت فوتبول، بس هنا فوق في المحادثه بيقول لك وائل رايح يشوف هاند بول ماتش. هاند بول مش فوتبول. فخلي بالك دايما مم. تقرا الرأس اللي فوق دي بتاع تمام. الموضوع عشان تبقى عارف هو بيتكلموا عن ايه. دي الاساس بتاع بتاع الديالوج يعني. تمام. يعني ممكن تكتب المحادثه كلها غلط بسبب انت مش عارف الموضوع بيتكلم عن ايه. واي يو ار جوينج زير هقول ايه؟ تمام. يو ار اقول ايه؟ تو واتش. قول اللي انت عايزه بقى. هاند بول ماتش. مم. طيب
سأل سؤال بعدين I haven't watched، انا عمري ما شفت، يبقى بيسأله بيقول له ايه؟ عمرك شفت ماتش قبل كده؟ ليه؟ ايوه شفت. ما هو ماشي انا معاك، بس هو هنا بيقول له انا عمري ما شفت، يبقى هو بيسأل بيقول ايه؟ انت عمرك شفت ماتش قبل كده؟ دي معناها كده، هتقول ايه؟ هم. have you Have you ever، have you انت seen عمرك، a match. have you ever watched watched a match، وتكمل a match to the stadium يعني a match هم. at the the stadium before. ماشي. Why do you think of the Egyptian team؟ فسأل سؤال وجاوب، وبعدين سأل سؤال وقال yes they play very well، ده بيلعبوا حلو قوي. هو how do you think، وانت بقول له ازاي الفريق المصري بقى، يقول له ايه؟ قول بقى good player، قول يعني زي ما انت عايز تقول يعني good players fantastic، زي ما انت عايز تقول يعني، هتقول ايه هنا؟ انت شايف المنتخب المصري او الفريق المصري بيلعب ازاي، هقول ايه زي ايه؟ قول they are، براحتك بقى تقول they are. مم. آه، They are playing with they are so strong. they are fantastic، بس كده وخلاص. بس ما تشغلش دماغك بأكتر من كده. they are fantastic they are played they are very نقول مثلا talented players، ناس موهوبين جدا في اللعب، بيلعبوا كويس يعني. ماشي. لأن هو اه بيدي لك فري كويستشن، ده اسمه فري يعني، أنت فري حر في الإجابة بتاعتك، تقول فيها اللي أنت عاوزه. ماشي، بس دايما اه ما تجيبش الحاجات النيجاتيف يعني، ما تقولش لا ده لعيبة منيلة بنيلة، فاهمني؟ مش حلو برضه ايه، مش حلو في حقك انك تقول كده يعني، فاهمني؟ لان هو سأل هنا سؤال بيقول له ايه، سأل سؤال وقال له they are they play very well، ده بيلعبوا حلو قوي. تمام. طيب هنا لما اسأل سؤال اقول يا عمر، هم. بيقول بيلعبوا حلو، اقول له إيه؟ هل هم بيلعبوا حلو؟ ده اجابة ايه؟ دايما اجابة السؤال في الاجابة. لما بسألك هم هنا في الاجابة بيقول لك هم بيلعبوا حلو، طب ازاي اقولها دي بالانجليزي، اقول ايه؟ هم. عمر معايا؟ اه. دو، اقول ايه؟ دو يو Do you دو يو ثينك، mm, طبعا كده بقى كلها ايه؟ that the match that Egypt will win or Do you something think، like انت that. شايف يعني they will win tonight، او Mm, they will perform، او هم هيأدوا كويس they will perform well، او they will win، ممكن نقول هل هم هيكسبوا النهارده، هيكسبوا النهارده ولا مش هيكسبوا؟ Do you think they will win tonight؟ انت شايف انهم هيكسبوا النهارده؟ فقال they play very well، ده بيلعبوا حلو قوي، هي معناها كده. اعتقد الاجابه كده شافيه وكافيه، ولا ايه؟ لو انت عندك اجابه تانية قول، انا ما عنديش مشكله. لا لا تمام. طيب ماشي. had to يعني اضطر لشيء يعني، had to broke، has to walk positive said my friend Sarah was very ill last week his grandfather fell off a chair واتكسرت رجله زي ما بيقول يعني، هقول ايه؟ she was very my friend Sarah صديقتي سارة كانت ايه امبارح؟ طب ما كداها اتكسرت رجله يعني، هتبقى فرحانة ولا زعلانة ولا هتبقى مالها؟ sad. طيب كده تمام. دايما لو مش عارف الإجابة بص على تاني جملة على طول، شوف الموضوع بيتكلم عن إيه عشان تقدر تنقي إيه تمام. كلمة صح. تمام. بعديها بيقول and her leg، رجلها اتكسرت. رجل هو رجل الراجل، رجل her grandmother، جدتها سوري. No. بروك. No. أيوه كده تمام. ربنا يعافينا من موضوع كسر الرجل ده يعني، ده راجل لاعب وعارف القصة دي. they took her to the hospital and she relax. ايه ابدا ريلاكس، هي اضطرت او لازم تاخد ريلاكس، لازم تاخد راحه اسبوع، يبقى ايه؟ هم.
uh, uh, ثواني. مم. طب ايه اللي فوق has إيه؟ to. أه. هقول ايه؟ لا بقى، ما انت بتتكلم في الماضي، هقول ايه؟ had to، يبقى she had. مم. تمام كده. طيب she مم. wasn't able to ايه بقى؟ او مش قادرة تعمل اي حاجة، she able to ايه ولا تعمل حتى الهاوس وورك، يبقى Be able to walk. ماشي. تمام، كويس جدا يا عمر، برافو عليك. she able to walk. أنا كده or many aunts أنا كده brought her new hawk to help her enjoy her time. كويس جدا كده. طيب في أي مشكلة في المحادثة في الميز ده أو في الريدنج ده؟ أعتقد سهل يعني، مش صعب. لا. مم. طيب حلو أوي كده. طب هناخد دي بقى، الريدنج، عشان الريدنج دي من يعني من أهم الحاجات في الامتحانات يعني، reading و writing. اقرا كده يا عمر، اقرا الأول باراجراف يعني. Planning a great community service project doesn't need a lot of work. There are many ways you can improve your community with group, big or small. Collecting food is the main one. Contact your local food bank and they will provide you with the necessary information and materials to have a food drive. Encourage people to donate their information and favorite food items. Starting a recycling program is a big task. When you are recycle those items, you can be turned into amazing things. A community garden is a great way to communicate with your community and provide health food. تمام، هنا بيقول Think البلاننج. ستوب هنا بليز عمر. uh, بليز ويت. انك انت تخطط a great community project doesn't need to a lot of work، مش محتاج يعني وقت كتير للعمل. there are many ways you can improve your community with the groups. انك انت تشتغل في ايه؟ تساعد with the groups، جروبات community groups، هنا big or small. collecting food، تجمع طعام is a main one. contact your local bank food، انك انت تكلم بنك الطعام and they will provide you with the necessary informations and materials to have a food drive. encourage people، انك انت تدعم الناس او يعني تشجع الناس to donate، انك انت ايه تتطوع their favorite food items. starting a recycling program is a big task. تاسك كبيرة جدا لإعادة برنامج إعادة تدوير الحاجات دي. when you recycle those items can be turned into هنا amazing things، حاجات حلوة جدا يعني. a community garden اللي هو ايه؟ حديقة. الكوميونتي جاردن اللي هو الكوميونتي جاردن، انا مش عارف الترجمة بالظبط. is a great way to communicate with your community and provide healthy food. الكوميونتي جاردن ده اللي هو ايه؟ اللي هي الجاردن، اللي هي كلمة الحديقة. تمام، اللي هي الحدائق، حدائق المجتمع، حديقة المجتمع هي أفضل وسيلة للاتصال بالمجتمع and provide healthy food. think of making a garden just for children، مش بس للأطفال. So they can learn about the process of the gardening. Community cleanup will improve. عملية الكلين اب دي اللي هتحصل هتساعد في ايه؟ the look في الوجه العام of your neighbor or a park and encourage people to keep the space looking great. هتدي مساحة كده ان الناس تبقى تظهر بصورة حلوة. Donating blood، تبرع بالدم، can also help the community، هيساعد المجتمع help as many lives لايف سوري، اللي هيساعد كتير على قيد الحياة يعني. giving new cards to kids is need is a great way to serve. ده هيدي فرصة كبيرة انك انت ايه تخدم المجتمع بتاعك. you select the school، انت بتختار المدرسة. the handout of a new cards. volunteering، المتطوعين is a great experience أو تطوع يعني، دي حاجة خبرة حلوة جدا. that brings people of all ages، يعني أي حد ممكن خلي بالك يخش في موضوع التطوع حتى لو صغير في السن يعني. all ages together for a good case، ده هيساعد إيه؟ هيساعد إن الكل يتجمعوا عشان إيه؟ يعملوا كده كيس بمعنى قضية أو هتبقى موضوع كويس للناس يعني، اللي هي هتهدف لإيه؟ لخلق حالة جيدة يعني، هي معناها كده. تمام كده؟
طيب، اول حاجه في الباسنج، في الباسج هنا what is this passage, this passage about. القطعه بتتكلم عن إيه؟ احنا مالك نقول بقى المجتمع والكلين اب والريسايكل. هل هي ريسايكل بروجرام ولا امبروفنج؟ هي تحسين المجتمع ولا الفولنتيرنج ولا دونيتنج بلاد؟ على مهلك بقى. كل ده كان ايه؟ احنا اتكلمنا عن البلاد والدونيتنج بلاد، وعن التطوع وعن الريسايكل، صح؟ صح. طيب كل ده ايه بقى؟ هل القطعة بتتكلم عن واحدة بس ولا بتتكلم عنهم كلهم؟ عنهم كلهم. طيب انهي اي واحدة فيهم اللي بتقول كده؟ مفيش غير واحدة بس اقول. اه. طيب اللي هي improving community، كل ده تحسين المجتمع يعني. دايما بص على، هو كان بيتكلم عن الكوميونتي الكوميونتي والكوميونتي فيه كذا ونقدر نعمل كذا. A great community service project او planning. دايما حاول تلقط النظرة الأولى عن أول جملتين في الريدنج، هيعرفك انت هو الموضوع بيتكلم عن ايه يعني. اول جملتين، اول سطرين بيعرفوك الدنيا هتمشي على ايه. خلاص، دايما بص بعينك على اول ايه سطرين، وعرفهم بيتكلموا عن ايه. هتلاقي هم تقريبا هتلاقي هم الفكره المين ايديا بتاع الكلام. ماشي. To make your community look nice، عشان نخلي المجتمع بتاعنا كويس. Start a community. هنعمل ايه بقى؟ هتبدأ بإيه بقى؟ rubbish ولا البلاد ولا الفود ولا الجاردن، عشان نخلي حاجة فيها شكل عام تبقى ايه؟ هتبقى improving community. طيب start community. احنا في رقم كام؟ في رقم اتنين. to make your community look nice. عشان مم. garden. طيب garden ماشي، دي look community garden ماشي، صح كده. طيب is a good way to bring people together. ده حاجة حلوة انك انت تجمع الناس مع بعض. اللي بيجمعوا الناس مع بعض ده ايه؟ حاجة يعني احنا نتجمع مع بعض، ده اسمه ايه؟ ده تخطيط ولا إعادة تدوير ولا دونيتنج ولا فولنتير؟ volunteering. فولنتيرنج، صح كده، برافو عليك. طيب how many ways do you the text name. how many ways يعني كم ايه الطرق او كم عدد الطرق اللي does this text name. write them in a brief. الطرق اللي اتكلم عنها النص، اتكلم عن ايه طيب؟ الفولنتيرنج والدونيتنج والريسايكلينج، مش كل ده اتكلم عنها وتتكلم عنها في بريف يعني باختصار كده. how many ways كم الطرق اللي تستخدمها ايه، او تقدر تحط فيها النص، تقدر تعد كم تقدر تعد كام تسمية للنص يعني. معايا؟ فاهم السؤال طيب ولا اه. في مشكلة؟ ايوه فاهم فاهم فاهم. طيب تمام كده. various community طبعا، زي فود طبعا، فود درايفز، ريسايكلينج، كوميونتي جاردن، كوميونتي كلين اب، بلاد دونيشنز، كوت درايفز. دول حوالي ستة، وما عدت لك ستة يعني. طيب why should we can encourage. آه، ليه احنا لازم نشجع يعني الناس انها يعني تتطوع، انها donate the favorite food items. عشان ايه الكلام ده؟ طب ده موجود فين؟ تعال نبص فوق كده. ال people donating favorite food items. هنلاقيها فين؟ معايا عمر؟ بيقول ايوه أيوة. اوكي donating blood، هنا تبرع بالدم. لا احنا مش بنتبرع بالدم، احنا بنتكلم عن الفود اهو. تعال نشوف كلمة فود فين وندور عليها. contact your local bank food. They will provide you with the necessary information that the materials to have a food drive. هتكلم مين هنا؟ وليه بقى بيقول لك ليه بتشجع الناس على انها تعمل كده؟ encourage people مم. to donate favorite item. ها. ليه؟